ولا ما تعملش زيتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النور قطع وانا بكمل لكم الفيديو اللي هو بقول الليمون 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 احسن من 100. انا مش يعني مش بكلم عن حد، يعني بحب حد مثلا بقول مثلا لا ما حدش يجيب، لا جيبوا اللي انتوا عايزينه، بس انا بقول الليمون احسن من كل حاجه. جربوه، جربوا الليمونه يعني كده، يعني خلاص انا قلتها خلاص. اللي بقوله بقى ايه، ان الست والراجل زي ما الراجل بيطلب من الست نظافه، شياكه، ريحه حلوه، برضو الست بتطلب منك كده. انا مش مسؤوله مني ان انا اعيش معاك وانت مش عارفه اقول ايه، بس يعني لا مش نجيف، هجيبها من الاخر، مش نجيف. عايزه حتى البق نفسه تعصر فيه حبه ليمون كده على الناشف وتبلعه، تلاقي ريحه البق جميله. كلها حاجات بسيطه وحاجات حلوه، حاجات جميله. اخش اخد شاور بالليفه، بالميه السخنه، مش شاور بشويه ميه وصابون، انا ما بحبش كده. لازم الليفه والصابونه، واتنشف كويس قوي، وتروح حاطط الليمون، وتروح لابس طقم نجيف. انا قلت لها كده، يعني بحكي لها هي كده، وروحي منفضه سرير وفرشاه ملايه جديده، واطلع عليه انت بقى، يلا يعني اطلع عليك، وتروحي ماسكه انت بقى الشقه. امال احنا لازمتنا ايه؟ احنا ناكلها، تمسكيها كده من تحت السراير اللي فوق البوتاجازات اللي فوق الدولاب، وسيبك بقى من هنا عروسه، وسيبك ان انا لسه جايه من سفر، وسيبك من الكلام ده كله. انا عايزه اعيش، عايزه اتنفس تنفيس نجيف، عايزه اما يجي يكلمني او يسلم عليا او نهزر ما اقرفش. خلاص انا يعني حاسه ان هو زيي، انا زيه وهو زيي، ونقعد نهزر بقى، بس ما لا هنهزر ولا هنضحك ولا حتى هقول له انت شغال ايه. قال لا اما نفسيتي ترتاح. قلت لها انا كل الكلام ده. وبعدين ليه انت ما تشوفش نفسك؟ الست شايفه نفسها، الست شايفه نفسها. انا بتكلم بقى الراجل، يا ريت انا فاضي، انا باجي مهدود وطالع عين امي، انا اسفه في الكلمه دي والله، انا مهدود وطالع عيني، لسه كمان حاجه الشطه، الشطه كويس جدا، تلبس هدومك نضيفه جدا، تقعد على السرير او انتريه نضيف جدا وانت بتتعشى. اتعشيت، هتقعدوا مع بعض وهتتكلموا كلمتين، هتحكوا على شغلكم، هتحكوا على حياتكم، هتحكوا ايه، يبقى في نفسي ان انا اتكلم معاك وانت تتكلم معايا. مش تطلب مني ان انا لازم ابقى على سنجة 10، من اللبس، الريحه، الشكل، الشعر، ليه وانت قاعد حتى ما غسلتش ايدك. لا زيك، انا انضف وانت تنضف. لا انا نجيف. الستات بالذات شغلهم الكوافير والنظافه والحاجات دي كلها. الراجل بقى اللي هو الصنايعي، اللي هو انا عارفه شقيان وعارفه تعبان وعارفه كل حاجه، بس النظافه عشان ما نحصلش مشاكل، عشان لما تحسوا كده ان انتوا قاعدين نضاف كده، كوبايه شاي مع عشاء مع كلمه حلوه مع مش بس نسينا الخناق والخصام والطلاق والكلام اللي بيحصل ده. لا ما احنا نعالج نفسينا بنفسينا، احنا نعالج. انا اعالج نفسي بنفسي. في ايه تعالي جوزي وحش، جوزي مش نجيب، جوزي عصبي، جوزي انا بايدي اعمل ايوه يا ناديه، جوزي انا والله العظيم 3 لو طلع كده الصوت ده انتوا اللي نايمالك. كل مره يحرقوا دمي، كل مره يحرقوا دمي. طب ماشي، ويمين الله هتفي وجيكي. بس يعني ده اللي انا بقوله، ان الواحد عارف ايه الحاجات دي، حاجات تفكرش ان هي سهله،
الحاجات دي بتخلي واحده تشد لجوزها اكتر، هو يشد لها لما يحسوا ان هما الاثنين بيندفوا لبعض. هما الاثنين يعني بيبقى بنيجي بقى نقعد بالليل بنحكي عن حياتنا، عن عيشتنا، عن مش عارفه ايه، وانا رحت جبت ايه وانت جبت ايه ويعني يبقى فيه كلمه حلوه كده، في عيشه حلوه، في ود، مبقاش في طلاق، مبقاش في خناق، مبقاش يجيب لها من يجيبها من شعرها وهي مش عارفه تقول لي يا ابني كذا، ويبقى في بعد كده ضرب، وبعد كده سكينه وموت وقرف. احنا نكلم دماغنا الاول. تعالي، ايه اللي مضايقك من جوزك؟ ايه اللي مزعلك منه؟ عصبي؟ ما تعملوش حاجه تضايقك. مش مهتم بنفسه، اقعد معاه واقول له واحد اتنين تلاته، ما اقولوش هو. صدق صاحبتي جوزها مثلا لا مش نضيف، اما بيجي ما يشطفش، اما بيغيرش هدومه التحتانيه والخارجيه كده اما يجي، مش فهي بتزهق منه، بتقرف منه، فتبص تلاقيها هو يصحى للكلام من غير زعل. هي بتقول على خاطر على صاحبتها او على جوز صاحبتها، يا جماعه والله كلام عادي، وكلام من هو يحمي البيوت من الزعل والخراب والدمار. ما يبقاش فيه. احنا عايزين راحه قلب، عايزين نفسيه. والله ما كل حاجه الفلوس يا جماعه، والله ما كل حاجه الفلوس. يعني انا اعرف ناس عايشين بسطة اكتر من كلمه بسطة اللي بيقولوها ايه، بسيطه، عيشه بسيطه بسيطه، يعني يا دوبك النور، الميه، الاكل، مش حاجات ضعيفه، ومبسوطين جدا ويرتاحوا، مرتاحين ماديا، مرتاحين نفسيا. مع ذلك ما عندهمش دولاب. لما بيجوا يطبقوا هدومهم، لما بتيجي تطبق هدومها جايبه كرتون، كراتين، كرتونات، تحط ده فيه الهدوم، ده مش عارفه فيه ده الايه، ده فيه الايه، بشياكه وكرتونات. حاطه ايه، حاطه مرتبه على الارض، بس مرتاحه، حابه جوزها، جوزها حابب، حابه حياته، حابه عيشتهم. كوبايه الشاي ليها طعم، شويه الرز مع ليه طعم. تعال انت كده، روح هات لك بطايه وهات لك محشي ومش عارفه حاجات ساقعه، وانت مالكش نفس او بتتخانق، هتبقى طعمها ببقك حتى ولا طعمها ببقك مش حلوه. الرك على النفس المرتاحه، النفس اللي هي حابه جوزها، هتقعد معاه والله على شويه ملح. اللي هو حابب مراته حتى لو عملت ايه، مراتي حبيبتي هي دي اللي ليا في الدنيا. نايمين بقى على الارض، نايمين على سرير، نايمين على، وربنا بيكرمهم بعد كده. ربك بيكرم. اوعى تفتكر لما تخش على قدك او تخش انا بعرف والله ناس دخلوا كانش عندهم براد يعملوا في شاي، كانش عندهم اطباق، هم يا دوبك حلتين اللي جايبينهم، وكانوا لما يغرفوا في غطا الحله، ويخلفوا الصبيان، خلفوا بنات، وجاب لها شقتين تمليك بعد كده، وصبرت معاه. المرتبه ما كانتش مرتبه وداخله بيها، المرتبه كانت هدوم مقطعه وعاملينها مرتبه، وعيشه مرتاحه، وخلفت ولدين ثلاثه باين، وبعد كده بقى يشتغل، وحبه بحبه يجيب المرتب، يجيب الحاجه اللي ناقصها في البيت. بعد كده حوش وراح عامل جايب شقه تمليك على الايام. عندنا النهارده بتاع شايفه كام شقه تمليك. لو احنا ما كنا ايه ده انت حيلتك حاجه، هو حيلته ايه ده، عشان انا زي الستات بتوع اليومين دول اللي بيبصوا انت حيلتك ايه، ما بيبصوش للايام اللي جايه، ما بيبصوش ان النبي قال خدوهم فقراء يغنوك الله. الفقير ربنا بيزيده، لكن الغني اهو غني شايف نفسه، يعني اهو انا جايب لك كل حاجه، انت عندك ايه؟ عندك عربيه، عندك شقه، عندك كل حاجه، عندي، بس ما عندوش الثبات ان انا اكون عايشه في البيت ده وانا مطمئنه ان ده بيتي، مطمئنه ان ممكن يخرج بره
يلاقي واحده تانية في الطريق ممكن يجيبها، هيبقى عنده الشقه وعنده العربيه وعنده الدنيا ومبسوط بقى، وهو ايه اللي هيخوفه؟ ايه عايزه تمشي مع السلامه، عايزه ايه الكركبتين اللي انت جايباهم يلا يعني. كل واحد لما بياخده فقير شويه ربك بيكرم، لما بيكونوا فقراء وحابين بعض ربنا سبحانه وتعالى بيديهم الرزق. الله يجربوا، ده انكوش تقولوا ان مثلا لا ده احنا عايزين مش عارفه اوضه ايه، لا ده الاوضه النهارده مش عارفه بكام، لا ده مش لا اثروا. بقول لك واحده جايبه كرتونه كراتين ورصه هدومها ورصه غسيلها تحلفي ان هي دولاب جميل كمان، وفي كمان يعني ديكور، ان هي كمان رصاها وعامله فيها ديكور يعني حاجه جميله. وربنا بعد كده بيكرمهم ويسهل لهم، لان النبي اللي قال كده. لما واحد جاي يتجوز النبي بيقول له معاك ايه؟ قال له معيش الخاتم ده. قال له هاته. راح باع الخاتم وراح قال له روح عند فلان هيجوزك. راح عند فلان وخبط، قال له معاك ايه؟ قال له معايا الخاتم. اتجوز. يعني كان زمان في ايه؟ ده كان سيدنا محمد كان بينام على حصيره، حصيره. قامت واحده مرات سيدنا محمد، واحده جات لها فبتقول لها ايه ده سيدنا محمد نايم على الحصيره. راحت جابت لها طقم ستان بتاع ده على السرير يعني عشان ينام عليه. قال لها ايه ده جبتيه منين؟ قالت له فلانه لما شافتك يعني نايم على الحصيره راحت ايه جايباه يا رسول الله. قال لها دنيا مش لينا، مش بتاعتنا، روحي طبقيه وروحي اديهولها. انا مش عايز، انا مش عايز يعني، مش عايز ديكورات الحاجه. ما بقولش احنا مش عايزين، بس بنقول على قد ايدينا. واحد جالك وظروفه ضيقه اقفي معاه، قللي حاجتك يا ستي. ايه يعني ما نخش باوضه نوم واحده؟ ايه يعني مع كرسيين، مع بوتاجاز وغساله، يعني الحاجه اللي هي مهمه جدا. صح ولا غلط؟ مش عايزين نتكبر، هنتكبر على ايه؟ احنا في الاخر في التراب. ايه اللي هيكبرنا وايه اللي هيعملنا؟ مهما احنا ايه عاملين دلوقتي زي النحله. اشتغل اجري ارمح روح يجري سوق بيت شغل عيال، زي النحله. بيجي ايام علينا بقى نقعد خلاص. ربنا قال لنا خلاص يعني الصحه اتكلت خلاص. نعمل ايه؟ نبقى نهدى نشوف حياتنا بقى. لو تعبنا رحنا للدكتور، رحنا ما نقدرش اللي معانا نصرفه في الهوا، ولما نيجي نتعب ما نلاقيش نتعالج، ما نلاقيش مستشفى نروح فيها، ما نلاقيش حد يبص علينا. لا لازم قرشنا يقوينا. انا ما بقولكش القرش مش القرش وحش، لا، بس اما يكون معك 10 جنيه لازم تشيل 4 جنيه منهم. لازم ما تصرفش كل ال10 جنيه ابدا، تشيل حاجه وتصرف حاجه. ال10 جنيه ال4 جنيه اللي انت شلتهم بكره هيبقوا 8، بكره هيبقوا 12، بكره هيبقوا 16. هيبقى قرش على قرش على قرش. هتلاقي قرش ان جبت عيل محتاج دكتور ولا حاجه، بدل ما اروح اجري واقول يا فلان والنبي اديني، لا، الفلوس اللي انا كنت بشيلها هطلعها هلاقيها. مش هلاقي الكفته مثلا، لا ده مانجا، لا ده مش عارفه ايه، لا ده روح هات لنا روح هات لنا. ما فيش روح هات لنا، في اكل في البيت خلاص انتهت. وكل شهر اشوف انا شلت قد ايه، شلت كام، معايا قد ايه. لازم يا جماعه ما نضيعش الدنيا كده في الهفق كده مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا ايه لسه داخله. حتى صدقوني انا حتى ما قلعت الجلابيه بتاعت الشغل ولا، بس قلت عايزه عشان الاخ اللي بيبعت وبيقول لي مستشفى فين يا سناء وخش على لا لا، انتوا كلكم اخواتي، كلكم اهلي، وكلكم مني، وعارفه ان الناس بتحبني.
والله عارفه وحاسه. اه اسمه ايه؟ لايك شير اشتراك، عشان على العيد بقى. يلا بقى. خد يا شاه. 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 نعم. مقفول كده.